بعدها قبل ماتش الاهلي كان الزمالك لعب في افريقيا 89 كبطل للدوري 88، لعب مع فريق الموردة السوداني في بطولة افريقيا، كان دخل فيه هدف هنا في القاهرة، وبعد كده الزمالك احرز هدفين، فاز 2-1 بالعافية، وطبعا النتيجة غير مطمئنة. بعد الاهلي ما خسر الدوري بعد الزمالك لما خسر الدوري من الاهلي، راح يلعب الموردة السوداني الاسبوع اللي بعده في السودان. طبعا كان مباراة غريبة جدا، الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني كان ابراهيم يوسف الله يرحمه كان نزل، وكان الفريق اعتقد الموردة كان احرز هدف وتقدم 1-0، وبعد كده في كرة في الشوط الثاني انا شفناها، يعني هو الماتش طبعا ما اتذاعش ساعتها، كرة ابراهيم يوسف دخل بستارز الجزمة، دخل بجزمته في بطن المهاجم بتاع الموردة السوداني من غير كورة، يعني هو داخل في بطنه، هو التاني عدى وده دخل في بطنه. فطبعا يعني الحكم انا ما اعرفش هل ابراهيم يوسف كان واخد انذار قبلها ولا لا، الحكم طرد ابراهيم يوسف. طبعا حصل بقى لعيبه الزمالك رفضوا ان هم ابراهيم يوسف يخرج، وحصل بقى هرج ومرج، وابراهيم يوسف يعني رفض ان هو يخرج، ولعيبه الزمالك حصل بقى اشتباكات وحاجات في الملعب. لعيبه الزمالك في منهم، يعني عشان بس نبقى عارفين، يعني كان ساعتها الصادق المهدي انا قاعد في المقصوره مع كبار رجال الدوله، لعيبه الزمالك يعني في منهم لعيبه تفت على بصقوا على المقصوره، تمام. والشرطه طبعا حصل اشتباكات ما بينها وبين لعيبه الزمالك، ويعني حصل بقى طبعا كابتن حماده امام وهو بيذيع في الراديو فهمنا ان لعيبه الزمالك بتتذبح في الملعب، تمام. طبعا لما شفنا تسجيل المباراه بعد كده يعني مفيش كلام من ده خالص، هي لعيبه الزمالك رفضوا ان ابراهيم يوسف يخرج، والحكم لغى الماتش وخلاص نهى الماتش، ولعيبه الزمالك وهي خارجه طبعا حصل تراشق مع الجماهير، وحصل ان هم كان اشتباكات مع الشرطه، لانه ممكن اكيد يعني زي ما شفنا حصل تجاوزات من لعيبه الزمالك. حتى الكابتن فايز الزمر لما استضاف حماده امام بعدها عاتبه ان هو ما نقلش الصوره الصحيحه وهو بيعلق للاذاعه، قال حاجات مبالغ فيها جدا، ولما اتذاع الماتش لقينا الزمالك يعني يستاهل انه يخسر ويستاهل ان هو يخرج من البطوله عادي جدا يعني. واخلاقيات لعيبه الزمالك كانت في منتهى السوء في الماتش ده، وكانوا مثال سيء، يعني يا ريتهم مثلا خسروا بشرف، لا ده خسروا يعني غير مأسوف عليهم، وخرجوا من البطوله غير مأسوف عليهم، لا لعب ولا اخلاق، وكان يعني صوره سيئه جدا لفريق بيمثل مصر وخرج من البطوله. بعدها الزمالك لعب كاس مصر، تمام، قابل الاهلي في دور الثمانيه 28 ابريل 89. طاهر ابو زيد افتتح الاهداف، الماتش كان بيتلعب في رمضان بالليل كنا بنتفرج عليه. طاهر ابو زيد افتتح الاهداف بضربه حره بعيده المدى دخلت في ايمن طاهر. الشوط الثاني جمال عبد الحميد اتعادل، لعب وقت اضافي، ربيع ياسين في الشوط الرابع الوقت الاضافي الثاني احرز هدف قاتل قبل النهايه ب5 دقائق. النادي الاهلي بهدفها التقليدي طاهر جنة ابو زيد بيحرز الهدف الاول للنادي الاهلي، اول كره ثابته جددها طاهر وتصبح النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لنفسه بعد مضي دقيقتين 10 دقائق تقريبا من الوقت الرابع، ما زالت نتيجه تعادل بهدف لكل من الفريقين. علاء ميهوب، ربيع ياسين ياخدها ربيع وبيمشي جامده، هو الجول، ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي بعد مضي 10 دقائق من بدايه الشوط الرابع. ربيع ياسين يجيب الجول الثاني، النادي الاهلي يتقدم 2-1، باقي على الوقت الرابع 5 دقائق. هنشوف الكوره مره ثانيه.
والاهلي يعني الماتش ده كان المفروض يكسبه مستريح، بس يعني اتاخر الفوز وفاز الاهلي على الزمالك 2-1. الزمالك كده خسر دوري وخسر افريقيا وخسر كاس مصر في شهر واربع ايام، 34 يوم ولا 35 يوم. خسر 3 بطولات في شهر في 35 يوم. ليه؟ عشان كان في عداله السنه دي. مفيش بقى بطوله اتلعبت من غير الدوليين، مفيش بقى تاجيلات ومحدش عارف الدور الاول من الدور الثاني، مفيش مجاملات صارخه. الزمالك عشان كل حاجه بقت فير وكل حاجه اتلعبت بالمظبوط وفي وضعها الطبيعي، خسر الدوري وخسر افريقيا وخسر الكاس. افريقيا ايه ده؟ خرج من دور 32 تمام، وخسر الكاس في 35 يوم. والاهلي مع فايتسا فاز بكاس مصر 89 في مايو 89 لما فاز على المصري في ماتش النهائي 3-0، مباراه من جانب واحد. الاهلي كان وصل لذروه الاداء مع فايتسا، وطاهر ابو زيد كان متالق بقى، ولاعيبه الاهلي كلها كانوا متالقين، حسام حسن وايمن شوقي وعلاء ميهوب. الاهلي كان وصل يعني لقمه مستواه. عادل عبد الرحمن اللي بيلعب ناحيه الوينج الشمال، عادل وبيغير المره دي ناحيه اليمين لعلاء عبد الصادق، لحسام لا لابراهيم حسن، وحسام بيلعبها عليها لايمن شوقي، بيلعبها جوه الجول، جوه الجول ايمن شوقي، جوه الجول ايمن شوقي. ملعوبه حلوه 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 حلوه، ملعوبه حلوه حلوه حلوه. ده اللي لعبها فعلا علاء عبد الصادق، اللي لعبها علاء عبد الصادق لايمن شوقي، يطلع فوق ويلعبها سقطه لب على شمال ناصر عبد اللطيف اللي وقف، وهنشوفها تاني اهو. ادي علاء عبد الصادق بيلم علاء وبيلعب الكرة عالية، هيروح لها ايمن شوقي وبيلعبها لب والناحية على شمال ناصر عبد اللطيف وما راحلهاش فعلا، فكرة طالعة بره اوت منه علاء عبد الصادق، وتعدي من اشرف عبد الله لايمن شوقي وحسام حسن واشرف عبد الله، وتتخطف الكوره وتروح لايمن شوقي، بيعدي ايمن لطاهر ابو زيد وماشي طاهر وماشي طاهر وعايز يشوف شوطه جامده جوه جول جوه جول جوه جول. طاهر ابو زيد على يمين ناصر عبد اللطيف يمسكها بايده ويدخلها جوه جول. شوطه جامده لطاهر ابو زيد، حلوه حلوه حلوه، وهو ماشي هنشوفها تاني اهو، ويخطفها طاهر وماشي اهو. ايمن شوقي جاي من ورا طاهر ابو زيد وماشي طاهر واخد الكوره من نص الملعب، عامل مجهود كبير قوي وشوطه جامده قنبله على يمين ناصر عبد اللطيف، وتاخد ايده وتخش جوه الجول. طاهر ابو زيد وجاي لها ومايل جسمه ازاي علشان يعمل الكوره لفه برده، ويطوع قوي هو رجله زي ما هو عايز، وشوطه جامده وبالعرض وجوه الجول، جوه الجول حسام حسن، جوه الجول حسام حسن. اتلعبت الكوره وعملت بند في الارض، ويخش حسام حسن قبل ناصر عبد اللطيف عشان يجيب الجول الثالث لنادي الاهلي في الدقيقه الثانيه. حسام حسن في الدقيقه 2 نشوف اهو طاهر ابو زيد عاملها واو، وادي حيطه واقف فين، واقف بزاويه عليها قوي عشان يلعبها بره رجله، وفعلا لعبها واو لفه، وشو عملت على الارض، وجاي حسام حسن متابعها قبل ناصر عبد اللطيف وباليد ويجيبها جول على شمال ناصر عبد اللطيف. الكاس اللي بيتمناه طبعا كل فريق، و اللي استحقوا النهارده عن جداره نادي الاهلي، وادي فعلا الجهاز الفني لنادي الاهلي، كابتن طارق سليم ومستر فايسا وكابتن صلاح حسني والكابتن احمد ماهر وكابتن مصطفى يونس بيحيوا الجماهير. دلوقتي السيد اللواء اركان حرب ممدوح الزهيري، الاستاذ احمد زكي عبد الهادي وكيل النادي الاهلي، ولغياب الكابتن عبد الصالح الوحش رئيس النادي الاهلي في دراسات في جزيره موريشيوس تبع الاتحاد الدولي، وادي مستر فايسا مدرب النادي الاهلي بيحملوا جماهير، وجمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، والاستاذ لواء ابراهيم المر رئيس النادي المصري، والسيد احمد زكي عبد الهادي وكيل. نحق عليه كل التهنئه فريق النادي الاهلي. وادي علاء ميوب لابس برنيطه اهو زي اوروبا بالظبط، وشغال الدكتور عبد الاحد. وطبعا كل نادي بقى ليه زي محدد وبعض الحاجات دي كابتن طلعها. وادي كاس مصر بيرفعوا كابتن ثابت البطل متوجا عرق وجهد وكفاح لاعبي النادي الاهلي. وختام لهذا المهرجان واضح بيعزف السلام الوطني المصري.
حسام حسن بعد الهدف الجميل اللي انت جبته تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ اقول الحمد لله ان احنا حققنا لهم جزء من اللي هم شافوه السنه اللي فاتت وتعبوا وزعلوا ان احنا طبعا ما حققناهمش حتى السنه اللي فاتت غصب عننا مش بمزاجنا، والحمد لله ان احنا يعني بالجيل ده الصغير ده وبفضل ربنا وفضل مستر فيصل والجهاز بتاعنا كابتن صلاح وكابتن طارق ان احنا نحقق بطولتين في سنه واحده ونحقق لهم بطولتين هم كانوا متعطشين ليهم رغم ان احنا بقالنا كتير السنه اللي فاتت ما خدناش بطولات. وربنا عوض الاهلي وجماهيره عن الظلم اللي حصل السنه اللي قبلها. الاهلي اتظلم السنه اللي قبلها اللي هي 88، عوض 89 بجهد وكفاح الفريق وجهد وعرق الفريق طول الموسم والموسم اللي قبله. ربنا عوضهم الموسم ده 89. والزمالك وقع في شر اعماله لان هو لا يستحق انه يفوز بالدوري والكاس 88، ولكن حصل مجاملات عشان كده وقع في شر اعماله 89 وخسر كل البطولات في 35 يوم. لا ومش كده وبس، لعب البطوله العربيه في جده في صيف 89 وكانت مجموعته فيها الهلال السوداني وشباب بالكور الجزائري اللي هو بعد كده بقى اسمه شباب بلوزداد، واعتقد العربي الكويتي او فريق كويتي حاجه كده. تمام. الزمالك اتعادل مع الهلال 1-1 وخسر من الكويتي على ما اعتقد 2-1 او 2-0، وخسر من شباب بالكور الجزائري 2-0، وكان حصلت المجموعه وخرج من الدور الاول غير مأسوف عليه. خسر كل حاجه الزمالك. الاهلي بقى لعب في البطوله الافرو اسيويه في شهر سبتمبر 89، ماتش رايح جاي بقى، مش ماتش واحد في القاهره، ماتش رايح جاي، ماتش في اليابان وماتش في القاهره. والاهلي فاز على يوميوري الياباني في اليابان 3-1 بهدفي حسام حسن وهدف محمد سعد. وفاز في القاهره الماتش الثاني في القاهره ماتش العوده بهدف طاهر ابو زيد. كان رئيس حسني مبارك ساعتها كان موجود وهو اللي سلم الكاس لثابت البطل وطاهر ابو زيد. تمام. الاهلي كده فاز بالدوري والكاس والافرو اسيويه، والزمالك خسر الدوري والكاس وافريقيا والبطوله العربيه. يعني هيرفعها طاهر ابو زيد ماشيه زي الصاروخ ويتابعها ايمن بالعرض وتروح لحسام يحط هدف التعادل للنادي الاهلي. هدف التعادل للنادي الاهلي تقريبا بعد 19 او 20 دقيقه. ضربه ركنيه وادي بادئ اهو بيكلم نفسه زي ما كان بيقول انا ايه اللي جابني في اليابان. اهو مره ثانيه وادي ايمن بالعرض تعدي لحسام يحطها في سقف الجول. وادي فرحه حسام وادي اهو بيدو اهو بيكلم نفسه بيقول انا ايه اللي جابني هنا، انا كنت في هولندا يعني المستوى اعلى، انما هو اللي جاب نفسه. عبد الرحمن يتقدم النادي الاهلي بهدف جميل اجمل ما محمد سعد اللي لعب الكره اللي فاتت دي كان هي بينيه جميله لمحمد سعد وروا بيها الاوفسايد. هل هنشوف الاعاده ولا لا؟ محمد سعد يحرز الهدف بعد مضي هنشوف اهو. محمد سعد فعلا انطلق من خلف الامام وحطها على شمال بيدو. محمد سعد هو مش مصدق نفسه. محمد سعد بعد مضي 17 محمد سعد يحرز الهدف بعد مضي هنشوف اهو. محمد سعد فعلا انطلق من خلف الامام وحطها على شمال بيدو. حسام حسن بعد مضي حوالي 34 دقيقه احسن ما في المباراه. وادي بيدو اهو وادي حسام احسن لعبه في المباراه النهارده. الكوره اللي فاتت ديت لو اتعادت بالتصوير البطيء هتبان حلوه من عادل عبد الرحمن لعبد الجليل يريحها لحسام وحسام ياخدها على طول. احسن ما في المباراه. وادي مستر فايتسا بيكتب ملحوظاته. طبعا احمد ماهر مبتسم اهي. عادل عبد الرحمن ماشي مشوار كبير وعدى من رامز. وادي عبد الجليل ريحها بعقل لحسام وحسام على طول جوه الجول. 3 النادي الاهلي. عادل عبد الرحمن ماشي مشوار كبير وعدى من رامز. وادي عبد الجليل ريحها بعقل لحسام وحسام على طول جوه الجول. 3 النادي الاهلي 1 يوميوري. ويبقى حصل بعد كده ان
كابتن جوهري وقف الدوري عشان يستعد لماتش الجزائر الفاصل للمنتخب وكده. فايتسا لقى الدنيا كده مش تمام والدوري بيقف كتير وعملوا حاجه اسمها كاس الاتحاد، ففايتسا ما عجبوش الموضوع ومشي، وكان خساره كبيره جدا للاهلي ان فايتسا يمشي، لان خلاص بنى فريق والفريق ده كان هيسيطر السنين اللي بعدها. ولكن للاسف فايتسا مشي ومسك كابتن محمود السايس، والاهلي لعب بطوله كاس الاتحاد، طبعا الاهلي اكتسحها. الزمالك طبعا يعني كان لا حول ولا قوه يعني لا حول له ولا قوه. هذا الموسم سنه 89 خسر بقى من المنصوره، كان الكابتن عصام بهيج راح مسك المنصوره بقى، تمام. والزمالك مش فاكر كان جاب كارلوس البرازيلي حاجه زي كده، خسر في كاس الاتحاد بقى من المنصوره وخسر، يعني خرج من الدور الاول تقريبا. والاهلي كمل ولعب الماتش النهائي مع المصري بدون الدوليين، طبعا كان الاهلي بيلعب بدون الدوليين وفاز مع السايس كابتن السايس، وكان بقى ثابت البطل موجود، وكان اللعيبه اللي ما كانتش في المنتخب ساعتها كان علاء ميهوب ساعتها لسه كان راجع من اصابه وما راحش منتخب، وعبد الجليل، وكان في لعيبه كويسه. قدر الاهلي انه يفوز في النهائي على المصري 1-0 بهدف عبد الجليل ويحقق كاس الاتحاد. يعني الاهلي حقق كل البطولات في 89، دوري وكاس وافرو اسيويه وكاس الاتحاد. والزمالك خسر الدوري والكاس وافريقيا في 35 يوم، وبعدهم البطوله العربيه في جده في الصيف صيف 89، وبعد كده كاس الاتحاد. يعني سنه 89 دي كانت سنه السعد، وش السعد على الاهلي، وكانت يعني السنه اللي الزمالك يعني وقع فيها في شر اعماله وشرب، تمام. يعني ايه من الكاس، مش هقول شرب نفس الكاس لان الاهلي فاز باستحقاقيه، انما الزمالك في 88 فاز بعدم استحقاقيه. الزمالك في 88 يعني اتطبخت له عشان يفوز بالدوري والكاس، انما الاهلي فاز بجهده وعرقه. فالزمالك يعني 89 دي كانت سنه يعني وبال على الزمالك، وكانت سنه السعد على النادي الاهلي. يعني المجاملات اللي شافها الزمالك 88 جت على دماغه 89 لما كل حاجه انتظمت بنفس السكواد بنفس الجهاز الفني بكل حاجه. الاهلي قدر ان هو يعوض كل اللي خسره 88 في عام 89. ده مثال واضح لمجاملات الزمالك وظلم الاهلي، ولما كل حاجه بتبقى فير الاهلي بيبقى فين والزمالك بيبقى فين. ونرجع نقول في الاخر الاهلي اعظم نادي في الكون، والاهلي فوق الجميع.